اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم أحبائي وأعزائي، نتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. وصفتنا لينها اليوم إن شاء الله بحول الله قنبلة العيد. هذه الحلوة نعيان نشكر فيها وما نعطيهاش حقها وما رانيش مبالغ. واحدة الحلوة تجينا للعيد صدقوني غادي تحمر لكم وجهكم. نقول لكم احبائي نروحوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله على بركه الله. نروحوا المقادير وطريقه التحضير. احنا بسم الله على بركه الله نروحوا نبداو بالمقادير تاع هاد الكاطو تاعنا اللي جينا ولا أربعة. هنايا عندي 125 غرام من المارغرين اللي تكون بدرجه حراره الغرفه، 60 غرام من السكر الناعم اللي هي نصف الكاس فوق النصف شويه، عندي الرشه تاع الملح، عندي ملعقه ونص تاع الفانيلا، وعندي الحبه تاع البيض بدرجه حراره الغرفه. نروح ندمج كاع هاد المكونات هكا، ما نسحقوش الباتيغ، واللي باغي يدير الباتيغ يدير الباتيغ. هنايا غادي نزيدو عليها 60 غرام من النشا، شويه فوق النصف الكاس ناقص 2 دوا. نديرها هنا ونزيد ندخل مليح ونروحو نديرو دقيق الابيض. هنا نروحو نجمعو السوائل تاعنا بالدقيق. هنا الدقيق ما نقصحوش العجينه وما نخلوهاش طريه بزاف، تكون معانا ما تلتصقش في اليدين. وهنا عندي الربع تاع الملعقه اللي تكون صغيره كيما هكا، الربع تاعها نديرها هنا ونروح نخلط كيما هكا. نقلع لاسباتول ونستعمل اليد تاعي. هنا العجينه تاعنا بعد ما لميناها تجينا طريه كيما هكا. شوفوا كي تجي طريه وما تلتصقش في اليدين. انا عندي هاد دومي ترانسفير تاع السيليكون، شوفوا القيس تاعه 3 سنتيمتر ونص. هنايا نروحوا العجينه تاعي راني درت لها الكيس بلاستيكي، نجيبو كيما هكا قيس تاع 8 غرام ونشكلوها هنا كيما هكا على هاد الشكل. انا ان شاء الله هنايا ندير المول تاعي فيه بلا، دوك غادي نحطه في البلا اللي يدخل الفوغ، وغادي نطيبهم على 180 درجه. ان شاء الله كي يطيبوا لي كاع نتلاقوا ونروحوا للحشو. هنا بسم الله على بركه الله. بعد ما طيبنا الكاطو تاعنا هوالا جينا على هذا الشكل. الا شفتوا هذوك يجوكم شويه زياده تنجموا تحكوهم في الغربال كيما درت معاكم في الكاطو تاع هذاك حلوه الترك. وانا هنايا هاد الكميه تقطع لنا 35 حبه. هنايا شعلنا، هنا عندنا فول السوداني اللي هو الكاوكاو، وما ديروش كيما اختكم سهات عليه في الكوشه. مام هاد الحبات شوفوا كي سهيت عليهم انا في الكوشه. هنايا عندي 100 غرام من الفول السوداني، ما تخلوش هكا يولي معاكم احمر بزاف. بون هنايا شعلنا عندنا 30 غرام من الفيتين هكا ونديرها هنايا. الفيتين ما تكونش عندكم الفيتين في الدار، نحكموا الديور نحمصوهم في الكوشه، حمصوهم في الكوشه وطحنوهم كيما هكا. فتوهم ما يطحنوش، غير فتوهم غير بالايدي تاعكم ولا بالدلاك. هنا عندي الشوكولا اطارتيني اللي تكون عندكم في المنزل، الكولي يكون عندكم في المنزل. وهذه تاع بوينو، هذه البيضه تاع بوينو، هذه هي هذه الماركه. قسمنا الكميه على 2. هيا وحده ندير فيها هذه الشوكولا، والحشو ما يجيناش قاصح، يجينا خفيف. والحشو الزواج نديرو له هذه الشوكولا. هنا نجيبو الحبات تاعنا ونبقى نعمرو فيهم كيما هكا على هذه الطريقه. نحطهم هنا ونزيد نعمر من هذه. راح نعمرهم بالشوكولا ان شاء الله بحول الله، ونروحوا نكملوا تتمه عمليه الحلوه تاعنا. هنا عندي كميه من الشوكولا البيضاء كيما هكا، وعندي الشوكولا بالحليب كميه. غادي نروح ندير، غادي نروح ندير هنا بسم الله كيما هاك، ما نعمرهمش بزاف. ونجي نحط هادو تاع بوينو ونضغط كيما هكا.
ونروح ندير ثاني بالحليب كيما هكا، وندير هذه الشوكولا اللي درناها بالشوكولا. نروح نكمل ان شاء الله بهذه الطريقه، نفس الطريقه، ونديرهم في المجمد. الشوكولا تجمد لي شويه ونعاودو نولو نكملوا المرحله الثالثه. هنا بعد ما درناها في المجمد شويه الشوكولا تماسكت، نجو نقلعوها على هذا الشكل. هنايا اش ندير لهم؟ نروح ندير لهم شويه تاع شوكولا هنايا ونلصقها كيما هكا على هذا الشكل. نلصقهم على هذه الطريقه ان شاء الله، ونتلاقوا باش ندير لهم التزيين تاعهم. هنا بعد ما قلعناهم ولصقناهم حبه مع حبه كيما هكا، هنايا نروحوا نجيبوا الناكري وندير لهم شويه ناكري كيما هكا. نديرو غير في الشوكولا كيما هكا. صدقوني هذاك الحشو يقعد مقرمش وتجي واحد البنه فيها ولا اروع مع هاد الصابلي. انا عادك لا تكسروا لي، قلت لكم تكسروا لي، تكسرت ليش عامل حبه على هذا الشكل. نروح نكمل بهذه الطريقه ونديرهم في الكيسات ونتلاقوا ان شاء الله. كي نديرهم في الكيسات نتلاقوا ان شاء الله. بعد ما اخواتي زيناها، انا درت لها لافيدور ودرت لها الناكري. ان شاء الله تجربوا هذه الحلوه وتردوا عليا في الكومونتير. نعيا نشكر فيها وما نعطيهاش حقها، عندها واحد البنه في لاباط وتقرميشه من الداخل تجينا ولا اروع. صدقوني هذه الحلوه لا جربتوها غادي تولي عندكم معتمده، وغادي تعجب بالعائله وتعجب مام الضيوف تاعكم. انا هذوك الحبات اللي تكسروا لي حطيتهم في الطابله، شوفوا بنه على بنه. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، وشوفوا تجينا راقيه وتجينا ولا اروع. شوفوا كي تجينا. نتمنى ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه، تعجبكم. نقول لكم احبائي واعزائي، هذا فضلا وليس امرا، ما تنسونيش بالاشتراك وفعل الجرس والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. هذا فضلا وليس امرا. نقول لكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام.